جاي صحيح، توري لي وهذا هو جاي الفرق. توري لي المغرب، زعما انا ما رحت للمروك. وانا هذا اصور لك بس زعما مباشر الحين في زعما ذكاء اصطناعي. شوف زعما ذكاء اصطناعي. جاسم، اخوي الغالي، المشكل تعيا تصور وكاين فيديوهات يخرجوا يعني يعطوا المروك، تعيا تكذب هنا، وترى والمشكل الانسان كاين شوف فيديوهات الانسان يخرجوا. اذا خيروه بين العسل والخرا، اذا متعود على الخرا بيختار الخرا. أتحدى جزائري يثبت لنا أنه في الجزائر ويورينا مناظر كهذه المناظر. أتحدى. لا هم أي يحبون. انا جزائر. بصورها، انا بصورها من المناظر اللي يحبون اخوي الساهج. هم يحبون اشياء مثل ذي. إذا أقل شوف هذا ولا نلتفت. أنتم تفكرون في هذه. شوف هذا لو جيت يا الجزائري راح تروش فيه أنت، تغسل فيه، لأنه هو هذا أنظف والله من ممكن يصلي فيه بعد. ممكن يصلي فيه. ليش تغلط على الكريغيلاتي؟ كريغيلاتي خط اسمه احمر. ممكن. والله هم اللي يغيرون الجو يا اخي. انت وين امس واحد تدري امس فاتح، انت حضرت البث امس وانا فاتح البث من مكان في المغرب، وياسر يقول لهم ترى هاي المنطقه في الجزائر. طلع واحد جزائري قال لي هي والله لازم تروح مناطق ثانيه، هاي المنطقه يعني جميله. بس قلت له زين انا عشان اتاكد انه يعني صدق يتكلم، قلت له انت سبق جيت هالمنطقه؟ قال لي والله قبل اسبوع انا كنت من هناك، هاي اجمل مناطق بالجايه. خرطي الخرطي بابا، والله الخرطي. قسما بالله يا جاسم انا تعرف ما شفت المغرب يعني تعمقت فيها الا عن طريق فيديوهاتك، ورب الكعبه لي زياره. شوف عمران، ليش ما في عمران لحظه احمد عشان المغرب يتاكدوا ان احنا في المغرب. ها العمود. عشان لا حد لا ثواني. ها هاي لا العمود هذا العمود مش موجود في العالم كله الا في المغرب. يا رجل قسما بالله خياليه، والله العظيم انا لو مني انا جزائري بنتحر. والله. شوف عمران، المغرب عباره عن شوف عمران، انا اقول لك المغرب عباره عن شو؟ عباره عن حضاره وطبيعه زين ورقي، كلهم مكس ويا بعض، وعباره عن افريقيا واوروبا واسيا وباقي القارات مجتمعين في دوله واحده، يعني في المغرب وفي مروكو وفي افريقيا وفي افريقيا. اول سفره بتكون لي ان شاء الله بعد مده، اول سفره ببدا فيها المغرب. احمد البيت اللي صور فيه، البيت اللي يقول لكم شارينه هني في البنايه هاي، شفته؟ هاي البنايه بتشوفها شوي كلها زات هني. بس انت شو سالفتك في طنجه؟ يا اخي اول ما جيت طنجه في 2017 اخذت البيت مني اول مره. شوف ترى اول كله تصير طنجه. رحت ورديت، بروح يومين ثلاث برد طنجه. طنجه. الله اسميها جوي يا اخوي. اسبانيا، شوف الجبال عمان، شوف الجبال هاي كلها اسبانيا، شفتها؟ يا اخي انت خلى اسبانيا على صوب برب الكعبه، انا ما توقعت لهالدرجه. هني على فكره ترى في مناطق اكثر من شي بعد عمران. ورب الكعبه جوي مزاجي، تعرف هالاماكن هاي الطبيعه اقرب. بس شيء لازم تنتبه له احمد وعمران، النظافه ترى شيء خرافي. شيء خرافي النظافه، يعني صدق. في الجزائر كل رصيف تحصل فيه عزك الله خرف. لا يحبون اللون البني، لا تقارن فيهم يا اخي، عيب المقارنه. شيء بس اقول لك عشان في عمران، شفت البومبي يوم تصير بومبي ما تحصلهم شي ويالسين على الرصيف شي يعطونا نفس الشيء في الجزائر. استغفر الله العظيم. لكن والله يا رجل والله العظيم، وانا اشوف شعب واعي ومثقف يا اخي. شوف حالهم تبارك الرحمن، ورب الكعبه دنيا يا رجل. تدري ان هايله يا احمد كلهم يوميا الجزائريين يطلعون في الاخبار ان الشعب المغربي ميت جوع، وانهم ساكنين في الخيم وساكنين في الطين. انا اشوف الخيم ما شاء الله توهم يبنون خيمه، شوف في خيمه توهم يشتغلون عليها. اقول لك خيمه حلوه. احلى شيء لما تحصل عيال البلد، الناس الكبيره في العمر ياسين على الكورنيش عاد يصورهم لانهم حريم طبعا، وياسين مستانسين مع بعض. يا اخي والله احلى جو.
هالشيء وايد دول، كثير دول صارت تفتقد هالشيء يا احمد. إيه. كثير دول صارت تفتقد هالطابع ان الناس تتجمع في الاماكن وفي الاماكن الشعبيه، ترى غير يعني شيء. انت شوف الشاشه الاعلانيه، اتحداهم في الجسار عندهم نفس الشاشه هاي. لا في وايد شيء عندهم اكثر ترى. لا هني في المغرب يعني صار وايد اشياء تغيرت ترى. براويك الحين بوديك شو اتمنى يعني اتمنى يعني انسان جزائري يكون فاتح بث مثلك جي يعني ويطلع يصح. اقول لك انا واحد تحت كاتب لك فيفا الجيري، شفت فيفا الجيري. هاي وحده ام القناع هذه تقول لك اول انتم تغارون من الجزائر، شو عندكم الجزائر عشان نغار منكم؟ زين ما عليه اذا نحن نغار يا جزائريين واحد فيكم يفتح هاي لو كانت عند الجزائر كان سموها براءة اختراع. كانوا يسموها براءة اختراع عنده. زين تشيير البث 200 تشيير البث يا جماعة الخير مع تكبيس. تشيير البث مع تكبيس. الله. جاسم انا لاحظت شغله يا جاسم انا لاحظت شغله سنه 2024 اللي طاف. تبون صرح انه في تلفزيون جزائري وما اعرف شو على بدايه 2025 تمام. وين ما شفنا شيء هالمصانع ولا سووها ولا حطوها لبيت تلفزيون جزائري وغساله جزائريه ما اعرف انا اللي شفته بس الطاوله الجزائريه اللي اخترعوها 100%. طبعا الباقي طبعا هاي طبعا اي والله شفته. طبعا هاي مال الشمال، هاي اللبس مال الناس مال زمان مال الشمال، هاي حق الحريم يحطونها تحت. شوف حتى الاشياء القديمه عندهم كيوت ما يتحصل يا رجل. اقول لك عمران شوف التلبيس، انت تلبيس مال هذا ما شاء الله تبارك. اسمع ثواني برد عليكم اغنيه، ثواني برد بقول. ايوه حتى الناس طيبه سبحان الله، شافني قربت منها. شكرا السلام عليكم. شوف الحلاوه شوف. اوه يا سلام البوني. عمران شفت الكورنيش هذا؟ اصبر عمران شفت الكورنيش؟ شفت هذا الكورنيش؟ تحت الكورنيش هذا كله باركنات ترى. يا سلام. هو الحين واقف فوق الباركن ترى. والله انا اشوف شعب يعني اشوف الشعب المغربي اللي يجي لازم يركب هذا يا عمران. شوف الجمال يا سلام. المغرب طيب. الاحمر اللي موجود في الجزائر يغار من هذا. يا سلام. اما هاي السيايير لو كانت في الجزائر كان سموها براءة اختراع. يحتلونكم بالاطفال الصغار هني. لا جاسم مو بكذا، اذا عندهم هذا الشيء في الجزائر تعال شو بيسوون سباق رالي. يا سلام. والله العظيم. هاي انتو يا الجزائريين تقولون المغرب كلهم عايشين في خيم وما خيم وما عارف شو، وهذا شو اللي قدامك؟ لا هذا الخيم هم قصدهم بالخيم، هم فاهمين الخيم بالمقلوب، فهمت؟ فاهمين الموضوع بالمقلوب. شفت عمران الشيء اللي كان يقول لك عنها احمد؟ شفت الاسانسيرات هاي اللي هاي الجامات اللي هني؟ هاي تنزل من الاسانسير تحت، احنا نتمشى فوق السيايير الحين، هاي كلها باركنات. يا اخي والله شوف شعب ينعم بصحه وعافيه، وشوف الدنيا متطوره، وشوف الدنيا كيف حلوه عندهم يا اخي سبحان الله. عكس هناك مظاهرات وامور واول وتالي. يا اخي يا رجل والله انا رب الكعبه انا منصدم في الجمال، ما تشوفني ساكت. طبعا هذا الشيء ما يعرفونه ترى في الجزائر، ممنوع عندهم هالشيء ما يعرفونه. فتحوا ستاربكس بالغلط ها. تتذكر؟ ايه اذكر. عمران تخيل فتحوا ستاربكس بدون موافقه ستاربكس. دوكم. زين شوف ونفس اللوجو ونفس الخياط مرحبا ونفس اللوجو ونفس اللبس ونفس المواد. اوكي
واخر شيء اشتكوا عليهم. دوك انا كنت عايش هناك 5 سنين ترى. يعني ما يعني ما كنت متوقع اني اشوف هالمناظر، ورب الكعبه انسحرت والله العظيم. انا 5 سنين يا اخوك درت الدوار هناك، ما خليت من اول المغرب لاخر المغرب. يا رجل والله العظيم لكم يا شعب المغربي قسما بالله. حتى المناطق اللي هي شو اسمها الجبليه عندهم، والله ما اقول لك يا عمران، يوم بتصير هناك تشوف الانهار وشوف الاشياء اللي عندهم، الامور، اشجار، طبيعه. شمال اخويا منور. ايه الارياف هذه كلها حلوه الصراحه. السلام عليكم، تحياتي السلام. الاخوان. هذا جاسم هذا يكذب عليكم، هذا كذاب، هذا جاسم، هذا معروف، هذا جاسم يكذب. هذه مدينه خنشله، وهذوك المغاربه اللي في الشارع اللي يتكلموا مغربي على اساس انهم هذوك مهاجرين مغاربه، هذوك حراقه مغاربه في الجزائر. هذه مدينه خنشله يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حك اخ جاسم لاباس؟ السلام عليكم جميعا. جاسم مش موجود مكالمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا المكان بطنجة، يزيد تمشي لقدام تلقى مطعم الشيف مازن السوري، مطعم ولافر أحلام، نكهة وكل شيء عنده. مطعم عنبر، مطعم موس، هذا كلهم مطاعم جميلة ما شاء الله. وفيه مطعم آخر، فيه مطاعم أخرى من جهة اسمها المنطقة السياحية الغندوري. اخوي جزائري صح؟ السلام عليكم. جزائري وعليكم السلام، مرحبا. ترى كل المطاعم العالمية مجتمعة هنا، حتى بيمن اللي هو التركي هذا معروف، بيمن التركي حتى هو موجود هنا. عندي يوم الأربعاء يوم الخميس كنت في هذا المكان. هذا بيمن على فكرة، ثواني براويكم الحين، هذا بيمن التركي معروف اوروبا. انت جزائري؟ حتى محلات صينية فيه حتى محلات صينية. نعم جزائري. هذا شوف السنة الأمازيغية. شو رايك في المغرب؟ ثواني خلينا نبارك لاخواننا في الأمازيغ. بلد شو نقول لك، بلد زوين جميل جدا. والناس اللي فيها حد يتعرض لك هناك في المغرب؟ لا انا جزائري، انا موجود بالمغرب حاليا. حد يتعرض لك يعني بس عشان الجزائريين يفهمون الكلام هذا؟ لا الحمد لله. شفتوا يا الجزائريين بسكم خرطي. في واحد جزائري يقول أخي انا اتحدى اخي احمد، اتحدى اي جزائري يقول لك جيت هنا للمغرب تعرض له شيء، قسما بالله علي العظيم مشيت لمدينه مراكش. لا يا جماعه ترى ما قلت صيني، انا قلت امازيغي. امازيغي الصيني يتكلم عن شيء ثاني. عرفت السنه الامازيغيه ترى في امازيغ داي. اكلت حوالي 300 درهم، حوالي 300 درهم. منين جيت نخلص عند صاحب المحل اي قال لي انت جزائري؟ قلت نعم. حياك الله، سلم علي، قال لي مرحبتين، سير في حالك. قال لي على حسابي، سير في حالك الحال. هذا كان. لا اسمع دخله جميله، سير ليها ونطلع عندك انا في اللايف اللي داير لك متابعه. عاد رجع لي متابعه سير ليها. مرحبا. الابداع في كل شيء، في المطاعم في كل شيء. جماعه الخير، تشيير، خلكم على التشيير والتكبيس. يا سلام على الغروب، جو الرربروان، الجو الرربروان طبعا. الجو جميل هذا اليوم، والفراشة تزقزق، في العصافير. يا رمزي انت جزائر ولا مجهول الهوية يا رمزي انت؟ لا سلام مع المنافقين المطبعين الخونة. والله شفت لحظة رمزي خليه انت باين ولد رمزي، انت باين والله باين ولد. تمام شكرا. انت شوف حياة المطبعين، عبيد منبطحين عليكم يا العبيد يا مطبعين يا مثلولين يا رخاب. باين انت رمزي، هذا زعيم، هذا بوس. كيفك انت؟ اسمع، هاوليك النمرة ديالي، شوف هضر معايا في الواتساب. اروح اكتب. انا نهضر معاك، نهضر مع ولاد الخونه اليهود، ولاد فرنسا، ولاد بيجار. اسمع، ياكم تبكوا لفرنسا، طحان روح اعرف باباك على فرنسا.
فرنسا ضرت شكون؟ انتم جبتوا. راح اعرف أنا باباك كنت فيها شكون فرنسا جبت نقولوا فيها. عليها اللي ما عجبتوش الجزائر نقول عليه. اسمع فهمت؟ افتخر ان اكون احنا عندي نقولوا عليهم الجنسية كاملين. الجزائرية. اسمع افتخر بجنسيتي المغربيه. روح على الجزائر ما تفتخرش بيك. انزل بابا، انزل براويك. شوف اول شيء خلي يولي. شوف بابا، شوف حياه المطبعين كيف، ونشوف حياتك. تبيع ولا انتم؟ اتحداك انك نجي عندكم انتم. خلي انزل، اتحداك انك تفتح لنا الكاميرا الحين وتراونا يا اخوي غير المطبع، اخوي المربع. تفتح لنا الكاميرا وتراونا شو عندك انت الحين. اذا هاي حياه المطبعين، انتم غير مطبعين. اللهم تكون مطبع ولا تكون بوله اخي جاسم. سامحني شوف جاسمي، والله اللي فتحت يوم الكاميرا يوم الاربعاء كنت في هذا المكان وقعدت كنت في لايف عند واحده الاخت من مراكش، قلت لها شوفي مجده خليني نحضر. شوفي كاري ايدن. اخواننا في الجزائر تعرفون هالمطعم ولا ما تعرفونه؟ ما يعرفونه طبعا. عارفوا هذا الهيد فاند. لا ترى قريب من محطه القطار. ادري انا اسكن وراء العماره هناك. خليه يتألم. شو مطبع ما مطبع راسه مربع بابا. تفضل خالد، تفضل. سيتي مول. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. جاسم، هلا جاسم اخوي الغالي. المشكل تعيا تصور وكاين فيديوهات يخرجوا ينعتوا المروك، تعيا تكذب هنا. والمشكل كاين فيديوهات يخرجوا. الانسان اذا خيروه بين العسل والخرا، اذا متعود على الخرا بيختار الخرا، اذا متعود على اسمع كاين ثواني انتظر. جماعة اللي ساكنين في القرى يا انك تقاطع يا بتكذب. انت اكذب هنا اكذب. ثواني شوف، انا الحين على المباشر صح؟ انا الحين اصور لك العسل. انت اذا ودك تدور خرا اكتب في جوجل خرا يطلع لك خرا. اللي يدور شيء يحصله. فهمت؟ انا الحين اصور لك العسل، شفت؟ هذا هو العسل بالنسبه لي. انا اصور لك العسل، انت اختار. اذا انت منكوح فكريا شو اسوي لك انا مثلا؟ ما يعرف عسل جاسم، يعرف دبس. ما يعرف عسل. اذا انت تدور الاشياء الخروانيه، الاشياء البنيه، وانا اصور لك العسل واصور لك السيايير واصور لك الفخامه واصور لك الجمال الطبيعي والغير طبيعي بعد وحتى الصناعي، اذا اصور لك هالامور انت ايش وداك للخرا يا بني ادم؟ يعني ليش تدورون الاشياء السلبيه في دوله جاره؟ انت عاد صور. اخي اسمع، احنا مانيش نصطنع. هذه صراحه كنت تشوف بأم عينك. هذه صراحه بأم عينك. الحين ترى مو مصطنع، لا هو فوتوشوب ولا ذكاء اصطناعي ولا غباء اصطناعي. مباشر. هذا مباشر. نحن مباشر الحين. انت ليش تروح تدور المناطق البنيه والخروانيه؟ سامحني انا اغلب اللايفات اللي نطلع فيهم مع المغاربه ونفتح الكاميرا كيماكم نقول لهم شوفوا الجزائريين وش كاين في المغرب. شوفوا البث. شوف انا يا ساكل سكران طايح في دروج. اخر اصدار من هايله ما اظن انكم تعرفونه طبعا. لا هذا تلقاه موجود في الجزائر ولكن حابس خربان. لا اصدار لا. البارح خرج وليد كبير الصوره لهذاك البنك البريد وحاطين عليه شباك بقفل، شباك كبير وعنده مدخل صغير جدا. شمالي شو رايكم ندخل المول ولا ندخل محطه القطار؟ لان محطه القطار ترفع ضغط. محطه القطار يا جسمي يدخل محطه القطار. محطه القطار ترفع لهم الضغط، اللي عندكم خلهم يدخلون بالغصب. يعني اذا ما حد دخل بخاطره يدخل غصبا عنه. خلى الصورة تكتمل عندكم هني. شوف يا سلام. خلنا نروح محطة القطار، خلنا نسير المحطة. والله ذكرتني يا رجل بمكان قسما بالله. انت مرة جبتني بالعوق صدق والله. انت خلك من البنايات وركز على الجو. شوف ركز، تخيل في الواقع. هذا معنى الكاميرا يعني جسمي تيجي من وقت من جهه البحر هنا في الغندوري وين كاين اوتيل كازينو موغادور. اعرفه الفندق هذا، يعني اللي يشتغل فيها اعرفه شخصيا. يعني اللي يشتغل فيه عنده مطعم ابو ظبي، والله نسيت اسم ابو ظبي، شو اللي يشتغل فيه من هناك عنده مطعم. الحين السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام الو، كيف الحال؟ كويسين؟ بخير الله يسلمك. يا جاسم بارك الله فيك. انا والله ما عمري رحت المغرب في حياتي. ادخل يا وفقنا وياك. ادخل
ترجع بالسلامة، ترجع بالسلامة. والله يا جاسم، والله العظيم أنا قمت فعلا قبل كم شهر كان أكسجين في المغرب، وكان يفتح لنا لايفات، بصراحة من المغرب. والله العلي العظيم إن نفرح عندما وصلت إلى ما وصلت إليه المغرب، مملكة المغرب الشريفة، من يعني سياسيا واقتصاديا، وما شاء الله تبارك الله. والله يعني أنا أتوقع دقيقة يا أخي، أتوقع أن هذه المناظر أن في كثير من دول أوروبا لم تجدها. فأنا أقول هنيئا لكم يا أيها المغاربة ببلدكم، وهنيئا ببلدكم بكم، هنيئا لكم بملككم، وبما نراه الآن من تطور ما شاء الله ونظافة ورقي الشعب، وحفظكم الله ورعاكم. شكرا اخوي الساهر، شكرا. الله يحفظك، الله يحفظك اخي ساهر. طبعا هاي سيارة الامن يقول جنة جنة هاي جنة. سيارة الامن الوطني. الفخامة عنوان ولا شو اسمه ولا مطار. الحين اول ماركة اللي تطلع امامك هي ليكابر هاي شو اسمه بريطانية. ليكابر هاي معروفة، ليكابر لندن. طبعا الصور والشاشات مال طنجة قديما ذاك الوقت. للفخامة عنوان، شاشة تتحرك شافت. طبعا هذا الشيء اخوان الجزائر اعذرونا عن المناظر الحلوة. هذا الشيء ما يعرفونه. كيتو، مروة، الاستشارات، سوق صغير، هني القطار، التذاكر، صار المراقعة، مطاعم. بطلع فوق. بس سؤال، هذا مول ولا شو هذا؟ والله ما تعرف، هذه محطة قطار بس. تعجبت يا اخوي، تحسب مول والله. تخيل يعني هذا الشيء انا دوم اصوره عندهم. شوف بعد النظافة طبعا. انت شوف، تدري شو هاي يا عمران؟ هذا اذا ما عندك عنوان قار تي هني وتطلب من اي شركة عالمية وتوصلك هني. اي شركة عالمية تطلب تسحب الطرد، وعندك يعني مو يحتاج توقف طابور. ما فيك توقف طابور. اي شيء في عندهم اللارج والام والاكس دبل اكس ال، تطلب كل شيء اكسبريس، تدفع توصلك هني، يطلع لك الطرد هني. فهمت معنى يعني كمية التطور اللي في السنوات الأخيرة؟ طرد ايش يا ابوي؟ شو؟ يا جاسم، طرد ايش؟ شو؟ طرد ايش؟ ما فهمت. اي طرد، اي شركة عالمية. طرد ايش؟ ما فهمت. طرد أيوة. تعرف الطرود؟ شركات امازون مثلا، امازون الفيديكس، الشركات العالمية. أيوة. مثلا علي اكسبريس، اي شيء. شفت اشتري بالانترنت. طيب اختار أيوة. وش يسوي؟ تاخذه من هني. اذا ما عندك عنوان قار، تختار عنوان محدد اللي هو في محطات القطار، توصلك الطرود. فهمت؟ يعني أيوة صح. أيوة. ساهل ماهل. هني الشركات الموجودة هني كلها يعني طبعا. وكاين هناك القاعة الخاصة بالفي اي بي، القاعة هنا قدام يعني شركة توصيل. شكرا سكاي على الترجمة. هي شركة توصيل ما شاء الله تبارك الرحمن. لا أين هذه محطة القطار السريع اللي غتكون قريبا غتكون توصل من طنجة لغاية مراكش، هي تقريبا 1000 كيلومتر خلال بضع ساعات فقط. الحين طبعا الماكدونالدز بكل مكان عندهم هني. المحلات انا برويكم شيء اللي هو من فوق المحطة. هذا كله مكان القطار؟ هي كله مكان القطار. وتدري اي قطار الفائق السرعة اللي سرعته 320 كيلومتر في الساعة. ومشيت فيه ما شاء الله. تخيل 300. لا بالله بينه وبين العاصمة ساعة 20 دقيقة. بينه وبين العاصمة في ملاحظة في ملاحظة ما حد لاحظها فيكم. في ملاحظة ولا واحد فيكم لاحظها، اللي هي النظافة. لا تفضلك. انت من يوم مشيت وانا مركز معك، ما شفت عامل بلدية ولا شفت يعني من المنظفين. ومع هذا الأرضية نظيفة، الأركان نظيفة ما شاء الله. طيب وش يدل عليه هذا؟
والله اذا ندل على شيء فان شوف، تعرف معنى ما لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الانسان اذا هو نظيف من جواه ونظيف بيته فيكون المحيط كله نظيف. طبعا عمال النظافه لهم عليك ايوه، بس يدلك على ان هؤلاء المغاربه الرجال والنساء انهم شعب متعلم مثقف، ما يرمي الاشياء برا. اي فهمتني؟ شوف هني احنا بعدنا في محطه القطار، انظر من فوق. ما شاء الله تبارك الله. وكل الشركات موجوده، الفارماسي تفضل. الاخ جسمي سامحني نقول واحد الكلام اذا انت تسمح به. تفضل. طبعا شوف هنا في المغرب كما يقول لك بنوا بلدهم، والفضل يعود الى الله سبحانه وتعالى والى وللسياد الحكيم الملك المغربي. وتشوف دامك ذكرت هاي النقطة، أنا دوم أقولهم. شوف الفرق بين الملوك والرؤساء ترى فرق شاسع. فرق بين الملوك والرؤساء قيادته الرشيدة للبلد. خلينا أكمل هاي النقطة أخوي الجزائري. شوف هاي دوم أنا أقولهم يا جماعة الخير. الفرق بين الملك والرئيس أو الحاكم أو الأمير اللي هو ماسك البلد كالفرق بين اللي مأجر وبين اللي مالك. اللي مأجر ما يهمه، عادي يكسر التلفزيون يقول لك يجيب لي واحد جديد، يكسر الثلاجه يقول لك يجيب واحد جديد. الحاكم او الملك اي غلط يسويه عياله يدفعون الثمن، فهو لازم تكون عنده رؤيه سديده مال 10 سنوات قدام او 100 سنه، وهذا الشيء ما يرجع على سلالته او الاذى يجي عياله، لان تتم السلاله وتتم العائله هي اللي ماسكه الموضوع. اما المأجر مثل الرئيس ما يهمه، اختربت ما اختربت عادي، الامور طيبه. تفضل اخوي، بس لازم نسمع اخونا محمد. مقاربه خطيره اخي جاسم، هذه نرفع لك القبعه. واقعيه واقعيه والله العظيم، جبتيها بلاصتها. الفرق بين الملك والرئيس كالمأجر والمالك. هذا هو الكلام اللي حبيت نوصل له، وقالوا الاخ جاسم. خلوهم يفتحوا لكم الحدود، شوفوا المغرب وين وصل. سووا شيء يا اخي. لا تلومه يا جاسم، لا تلومه، لان يعني هو مفتقد هذا الانجازات، ومفتقد التطور، ومفتقد كثير من الاشياء. يعني انت تشوف انت ذكرت قبل شوي نقطه جميله، عجبتني هذه النقطه، بانك تكلمت عن الرؤساء. شوف في فرق من بين رئيس يحب وطنه، وفي فرق من بين رئيس يحب مصالحه الشخصيه ويستخدم الشعب في لاجل مصالحه الشخصيه. وفي فرق من بين رئيس يستخدمون الاحياء والاموات. نعم، وفي فرق من بين رئيس يستخدم المصالح لاجل شعبه. جاي توري لي المغرب زعما انا ما رحت للمراك. وانا هذا اصور لك بس مباشر الحين في ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي واش راك توري ما حطها تعقيقه. انا دوك نهبط للميترو. يلا افتح دوك الميترو نوري لك الحين تفضل. يلا دوك نعاود دوك 5 دقائق. يلا الحين والله غير دوك نخرج لك النظافه نهبط الميترو. انزل يلا انزل تعال الحين. بس ليش تقول صور له المرحاضه جاسم، صور له المرحاضه عشان يرتاح. صور له المرحاضه الحين صور الفوضى. عند زين صور الفوضى. ليش ودك الفوضى يعني مثلا الحين كل الدول اللي طلعوا من كل جنسيات يزكون لتطور المغرب. انت ايش فيك تدور على الفوضى وتدور على الخرا يعني؟ الى هذا تطور والله غير ربي يهديك. اي يهديك انت، وعندنا التطور. ممكن تعطنا التطور اللي عندك انت. لو كان ما جيت واش تبعيني نقول لك والله غير نهضر الحقيقه. الحين هالاشياء ثواني ضربت حمام عندك. زين ليش ما تسوون حمام عندكم يكون حمام جزائري يعوض المغربي؟ القياده عندكم نعرف اولاد القيادة. زين الغالي انت الحين انا نعطيك اسماء تحب. وعلاش راك تكون بين الميكرو؟ اسمع لانك تتكلم اكثر من راعي البث. نعطيك اسماء. نعطيك اسماء. وش ودنا الاسماء؟ عندنا اخوي الاماكن الجميله، ما ودنا اسماء تاع قيادات عندكم، تاع رؤساء محاكم، تاع ابناء رؤساء. زين وبعد لهم مختلسين البلد. الغايه زين والغايه الهدف عليهم. اوكي زين، بس الغايه ما الهدف. لا محكمين الشبكاتك تعرف
يا ودي الغالي الحين احنا ياسين نصور مناظر جميله، وش دخل اسماء وسليمه وحليمه وهالامور؟ هذا الشيء متعاطي بنزين في درجه الحسد نقول لك الغل. نعرفكم، نعرف الداخليات تاعكم، ما فهمت. ما مزين، ما عرفت تتكلم عنا ولا عنهم ولا احنا ولا غانا. المهم كميه الحسد اللي عندكم وش فيها يعني؟ يعني روح هذا المنبر 1200 مشاهد، اتحدى جزائري يثبت لنا انه في الجزائر ويفتح في اي بث ويضيفني الان واروح له ويورينا مناظر كهذه المناظر. اتحدى. لا 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 لا، هم يحبون. انا جزائر. بصورها، انا بصورها من المناظر اللي يحبون اخوي الساهج. هم يحبون اشياء مثل ذي. اذا كان المزبله والمرحاض. نعم. اقل شوف هذا ولا نلتفت. انتم تفكرون في هذه. شوف هذا لو جيت يا الجزائري راح تروش فيه انت، تغسل فيه، لانه هو هذا انظف والله من حماماتكم الطبيعيه. ممكن يصلي فيه بعد. ممكن يصلي. انت شوف اللمعه. لو شاف الحمام عادي يصلي. شوف اللمعه مال السيراميك انت بس. ايه هذا معروف المغرب بهذه الشيك. انت شوف ما شاء الله تبارك والله انا قلت لك بلادكم الساهج. انا قلت لك بيوجعهم. انا قلت لك يوجعهم المكان. المحطة القطار لما يشوفونها والله يوجعهم المكان. لحظه لو سمحتي، اذا سمحتي لي. لاحظنا كلنا ان الاخ جاسم قاعد يصور في مدينه طنجه المغربيه، يعني عادي يصور يقول لك هذه محطه القطار، ويطلع الجزائريين يسبونا في الاعراضنا ويسبوا جاسم ويسبوا كل الدول تطلع تمدح الا الجزائريين يطلعون يسبون. ليش؟ هذا السؤال المطروح. كل الدول العربيه. عليكم السلام. شمالي تجاوب. عندك زياره. يا ريت يا شمالي لما بتطلع عند رائد تخبره انك ما تحب الجزائر مثل هو ما يحب المغرب. يا ريت يا شمالي. السلام عليكم. خليني ولا تجاوب. السلام عليكم. خليني اعطيهم شيء. ثواني اختي سامحني قاطعتك. شوف طبعا هالشباك الشيء اللي كنت اناقشه مع اخواننا في الجزائر هو الدفع بالجوال في كل المحطات اللي هي هاي كنت اناقشه مع اخواننا في الجزائر. يقول لنا موجوده اغلب المناطق. عندكم هاي اوكي، بس هاي اخر اصدار ما عندكم. هاي انا ناقشته مع وايد جزائريين. اللي يقول عندنا في المترو وما مترو غيره، اتحداك انك تفتح الكاميرا وتراوني ان هاي موجوده داخل البلاد، داخل الجزائر القاره. فلذلك مره ثانيه بس وايد تصرفون عندكم صرف اضائيه فيه مع الكهرباء الجزائريه. تفضل اخوي الشمالي. تفضل يا اخت. الاخت نزلت. انا كنت باغي نجاوبها على اساس انا ما تكلمتش تماما على كراهيه. خلت ولي. شوف البنات الحريم يا اخوي الشمالي خلهم عادي. حريم لا تناقشهم. كله اي شيء تقوله قول له كلامك صحيح. مقبول كلامك صحيح. قول له كلامك صحيح. الشمالي عندي حساسيه من الزليج. عندي حساسيه جزائري. حساسيه من الزليج. ثواني. يا سلام. هذا الزليج والزخرفه. هاي البناء. هاي نفس المحطه ترى كلها محطه يا ساهج. احنا بعدنا في المحطه ترى. الزليج دقيقه. الزليج ما فهمت. هذا الزليج هو الفسيفساء اللي يكون في الارضيات. هذا الشيء مختص فيه المغاربه. طبعا ترى كل شيوخنا اغلب شيوخنا وحكامنا عندهم في قصورهم في بيوتهم المؤخره صار. شفت؟ لا استغفر الله. اللي ما كيعرفوش المغرب، جاسم في اقصى شمال المغرب، والاخ شيخ البد هو من اقصى جنوب المملكه. يعني انت مختص في الجنوب وانا مختص في الشمال. الله يرضى. والله لو كنت اضرك في الخيمه اني نفتح لكم الخيمه، ولكن انا اضرك في المدينه للاسف والله. شوف الحين ندخل على شيء. شوف ندخل على عالم ثاني. حي هذه طنجه. هذه طنجه وندخل على شيء ثاني وعالم ثاني. حي العاليه. ويلكم. الله يا رب الله. تو طنجه سيتي مول. اخواننا في الجزائر ليس سويسرا اللي تغنون فيها، بس هذا المغرب. هاي جيرانكم بس. جيرانكم بس. يا جاسم.
انا نضرك نغني بلادي زي البلدان وهم يغنوا يا البحر الديني معاك. البلاد النور. البوط يعتق. يا أخ إلى رسالة إلى الجزائريين المستمعين الآن والمستمعات، يوجد هناك وظائف في كاشير، في منظفين، في هذا الموضوع. من أراد منكم ترى الغريب في الامر. عليكم السلام. ثواني اخوي امير. الغريب سخريه القدر ان الجزائريين فارضين على هيلا التاشيره، يعني الجزائريين فارضين على المغرب التاشيره. تخيل ان هيلاك فارضين على هيلا التاشيره. الاخ جاسم، السلام عليكم. تفضل. هلا اخوي. زيد فضلك. وش هو موضوعك من فضلك؟ والله ياس اصور من الصبح، ياس استمتع بجو المغرب، طلعوا لنا الجزائريين سبونا ما عرفت ايش السبب، تميت اتمسخر عليهم. واحد ما سبك، انت هاك تطلع اللايف بالجزائريين وتسب في الجزائر. انا بنفسي واعرف انه سبني وانه ما سبني، انا اعرف في واحد يعني واثنين وثلاث، كل واحد اثنين وثلاث. بصح انت شغلك داير بهم موضوع، راك في المغرب بحكي عن يا اخي انا اتكلم عن الجزائر من الصبح. الجزائريين يصعدون كل مره وياسين يغلطون، صورنا الزباله، صورنا الفوضى، صورنا الطوابير، ما اعرف ايش السالفه يا اخي. والاخ ساهج هذا وش بيه؟ وش خصه؟ ما في شيء، ساهج كبيرنا ونحترمه ونقدره وما يقول شيء. هو كان في واحد جزائري غلط عليه، هو اعطاه الرد. لا انا كنت متابع، انا كنت متابع في البث تاعك. اذا عنده مشكله خلك اذا عنده مشكله انا اعتذر من الشعب الجزائري عامه. خلينا صلي على النبي. اللي اللهم صل على محمد. تفضل. نستانف البث خلاص. سامحنا اخي، نعتذر منك ونعتذر من الشعب الجزائري نيابه عن الكل. ممكن نستانف البث؟ يلا استانف. خلاص نستانف. خلاص زين. انت عندك مشرفين يطاول على المغرب. انت شو رايك في تطور المغرب اللي ما وصل له؟ ربي يزيدهم، الله يزيدهم ان شاء الله. تطور ما تطور. شو رايك؟ عارف ربي يزيدهم بيك ولا بلا بيك يعني؟ لكن لا ايوه، بس انت شو رايك؟ لماذا لم يكن نفس الشيء عندكم في الجزائر بالحكم انكم انتم بلد بترولي؟ بس وش دخلك انت في الجزائر؟ هذا رزق الله رازق. انت وش دخلك في الجزائر؟ انت راك في المغرب، احكي على المغرب، نتكلم في الواقع. تعال ثواني يا اخي، خلينا انت من الواقع. شوف الغالي هذا هو الواقع. شوف الواقع هذا هو الواقع. الله يسهل. اسمعني احنا هذا هو الواقع. انا ما فتحولكش احنا يا كاميرات نشوف المخلوع هو اللي يبغى يصور. هذا الشيء في خدمة الإنسان أيها المخلوع طلاقا. يا أخي هذا الشيء في خدمة الإنسان، هذا الشيء يساعد في خدمة الإنسان. ومن بعد بس هل أنت محسوب على الإنسان؟ نوري لك نبعث لك أنا. هل أنت محسوب على هل أنت محسوب على الله يزيدهم، الله يبارك لهم. يا سلام اخي الجزائر حتى المغاربه كيمشيو لابو ظبي وكيمشيو لدبي كيصوروا كيشوفوا ما شاء الله. شوف دبي كيف هي جميله، شوفوا ابو ظبي كيف هي جميله. هذا الاخ هذا اماراتي جا المغرب وكيشوف طنجه وكيشوف كيقول لك ها هي طنجه جميله. اين هو المشكل؟ ما عرفناش المشكل فين هو. يا الحاج اسمعني انا ما طلعتش باش نحكي راهو يصور ولا ما يصورش، ربي يسهل عليه. انا حكيت، سمعت الجزائر من الجزائر، طلعت تكلمت مع الاخ ساهج هذايا، قال لك ابن الفرنسي، قلت له يلا تعال ارواح انا هنا في السعوديه قولها لي في وجهي. اخوي الجزائري تعرفها ما تغيرش الموضوع. هذه احنا نصدقوها، احنا في بلادنا هذه احنا نصدقوها نمدوا. تعرف هذا ما تعرفه؟ هذه احنا نصدقوها. ما شاء الله فهمت عليا؟ شو اسمها؟ هذه احنا نصدقوها. ما نعطيكش انا وقت وش اسمها وشو كذا، انا اتحداك تطلع سوبر ماركت. ثواني انا اتحداك تطلع سوبر ماركت وتصور لنا ان الحليب تقدر تشله بالاكياس على قدر ما تستطاع. سوبر ماركت صغير مثل هذا اتحداك كيف تعطني طابور على الحليب مثل شيء. اتحداك تطلع شفت اي سوبر ماركت في الجزائر وتصور في الكورونا، مازالك في عام 2018. يا مستر طز،
الحين ابي لك تناطف لانك شفت الحديث، لانك تفقد الحديث. ما تغيرليش الموضوع ساهج، ما تغيرليش الموضوع. علاش؟ كمل فيها، قلت لك ارواح نتلاقى وقولها لي في وجهي. ليش يقول لك وجهك محتاج حليب؟ دقيقة جاسم ساهج دقيقة ساهج. أخي الجزائري هذه لغة التهديد، هذه تتخذها في الجزائر وليس في المملكة. اسمعني خليني أكمل كلامي. وليس ما تفتريش من راسك. مالي خليني أكمل كلامي. أما أنت في المملكة العربية السعودية تراها بلد قوانين وبلد يعني نعرف ما تجيش تقول لي بلد قوانين. ففرضا لو قالها في وجهك أنت ما تقدر تقول له شيء. يا أخي معليش، الفرض نخليه واقع عادي. ماشي فرض واقع. هذه السعودية مش جزائر. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع تاعكم. انا هذا هو اللي حبيت نوصلكم في الواقع، انكم تتكلمون وتسبون في المواقع. اخوي الجزائري تقدر تشتري كميه الزيت شيء عندكم في الجزائر؟ ما تستطيع، لازم لك طابور وتصحى الساعه 7. لا يقدر زيت مال السياره. نضحك عليك والله، غير نضحك عليك. هو ساكن في السعوديه، يقدر يشري. نعم اسمعني لا انا ماشي ساكن في السعوديه، الغالي. ثواني اخوي الجزائري، ثواني. انت تشوفني تصور هالاشياء تتحرى انها تفاهه. هاي ليش التفاهه؟ لما يكون في سوبر ماركت صغير متوفره فيه كل الماركات العالميه، هذا انه يدل ان هذا البلد صدق متطور في اشياء اللي تخدم صالح الانسان. يجيك شوف هني بس المي، كل انواع المي موجوده، وهذا الشيء تفتقده انت، ما تعرف شيء. معلش شكرا. دقيقه برك ارد على الاخ الشمالي وانزل، عندي اشغال. الاخ الشمالي انت راك تقول لي انا سامحني اخويا، انزل كمل اشغالك تحت، رحم الله والدينك. روح كمل اشغالك لان المناظر تسيء لك. كانك في سوبر ماركت اوروبي. هذا سوبر ماركت صغير يعني، شوف ترى مو